بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين والمتابعين وين ما كنتوا بتتابعونا، حياكم الله في قناة حلو مالح. وصفة جديدة من وصفاتنا وكيكة جديدة من كيكاتنا. رح نعمل مع بعض أطيب وألذ كيكة منعشة موسمية. رح نعمل كيكة الليمون، كيكة جدا طيبة ومفيد كتير طبعا. مكوناتها سهلة ومتواجدة بكل بيت إن شاء الله. ما تتخيلوا طعمها، خصوصا بفصل الشتاء، لما تعمليها وتاكليها وهي باردة. جدا طرية وهشة، ومرتفعة زي ما انتم شايفين ما شاء الله ارتفاعها. وأورجيكم لما نقطعها من الداخل لونها وقوامها زي ما انتم شايفين اللون الأصفر المميز. وراح احكي لكم عن سر اللون الاصفر معنا بهذه الوصفة، واورجيكم ما شاء الله طراوتها. كيكة اسفنجية طيبة جدا ومفيدة. راح نتعلم اليوم بإذن الله كيف نعمل مع بعض كيكة الليمون المنعشة بمكونات بسيطة ومتوفرة عندك بالبيت. خليكي معانا متابعة عشان نشوف طريقة العمل. طبعا جهزنا المكونات. راح نبدأ ببرش الليمون. عندي معلقة كبيرة ملانة من برش الليمون، 3 بيض، البيض اللي عندي حجم كبير. عندي كوب ملان سكر، نص كوب زيت نباتي، وعندي سر اللون الأصفر اللي هو باكيت كريم كراميل، وعندي طبعا فانيلا، وعندي طحين. الطحين عندي 2 كوب ونص من الطحين. عندي عصير نص كوباية من الليمون، وكوباية مي دافية، وعندي خل. رح نبدأ مع بعض ونشوف طريقة العمل. في البداية بدي أحط المكونات الجافة اللي هي عبارة عن الطحين والبيكنج باودر. أنا الطحين نخلته مرة، راح أنخله كمان مرة. في الحقيقة إنه تنخيل الطحين مرتين بيعطيكي هشاشة حلوة كتير كتير للكيك. فأنا نخلته مرة وراح أرجع أنخله كمان مرة مع البيكنج باودر. بيخلي الطحين معانا وقوام الخليط يكون خفيف جدا، اللي هو التنخيل على مرتين. بنضيف كمية البيكنج باودر، 3 من البيكنج باودر، 3 باكيتات من البيكنج باودر. الآن راح أنخلهم مع بعض داخل الصحن هيك تمام. راح أضيف السكر، كوب من السكر، وراح أضيف باكيت الكريم كراميل. مثل ما حكينا في البداية الكريم كراميل هو سر اللون والطعم المميز معانا في كيكتنا لليوم. بحرك المكونات حتى يتجانسوا سوا. والآن راح نضرب أو نشتغل بالمكونات السائلة. بالنسبة للمكونات السائلة أنا راح أضربهم على شاف المولينكس. طبعا لو مش متوافر عندك المولينكس ممكن تعمليهم على الإيد، فيش أي مشكلة. لكن بحس شاف المولينكس بيعطينا هشاشة للبيض. لما ينضرب فيه بيصير البيض معانا خفيف كتير وبيخليه ياخد لون حلو. الآن طبعا ضفنا البيض والزيت والفانيلا، وراح أضيف معلقة كبيرة من الخل وبرش الليمون، وراح نضيف نص كوب من عصير الليمون. بننبه انه عصير الليمون بدون اي اضافات، لا مية ولا سكر ولا شيء، فقط عصير ليمون. وعندي كوب من المي ضروري جدا تكون معانا دافية. الآن بنشغل الخلاط، راح أضربهم على الخلاط مدة لا تقل عن 4 دقائق ل5 دقائق. مثل ما حكينا الضرب على المولينكس بخلي خليط البيض عندي خفيف وبياخد اللون الأبيض. لكن لو مش متوافر فيش أي مشكلة، بتضربيهم على إيدك والنتيجة إن شاء الله واحدة. وزي ما انتم شايفين الآن بدي أضيف الكمية على مرتين فوق الطحين. بنضيفه وبنحرك
وقبل ما يتشرب الطحين الكمية التانية راح أضيف قبل ما يتشرب الطحين الكمية اللي حطيناها راح نضيف الكمية التانية من الخليط السائل، وراح نضربهم كتير ونخلطهم كتير منيح مع بعض بدون ما نبالغ بالخلط. بنأكد في كل مرة بنعمل فيها كيك، لو حبيت الكيك يكون معاكي مرتفع تمام وما يهبط أو يصير في أي مشاكل، طريقة الخفق إلها دور كبير في نجاح الكيكة. بنحركه على البطيء بالصورة هذه حتى أخلط كل المكونات، ومجرد ما أشوف إنه الطحين اختفى معنا راح انشد في التحريك وأحرك بالصورة هذه. التحريك بالصورة هذه راح يدخل معانا الهواء منيح على الكيك وتطلع معانا خفيفة وهشة. بالصورة هذه بنستمر بالتحريك. زي ما انتم شايفين قوام الخليط. الآن بدي أحني الصحن شوي وراح أضرب بالصورة هذه من فوق لتحت من فوق لتحت، بيعطيكي خفافة للخليط. زي ما انتم شايفين وملاحظين معانا الفقاعات الهواء، دليل نجاح خليط الكيك. الآن في قالب دهنته زيت ورشيته بالطحين، وضروري انه القالب معانا اذا استعملت القالب اللي مثل هيك ترشيه منيح بالطحين من الجوانب حتى ما يلزق معاكي وما تغلبي ما تتغلبي لما تطلعي الكيكة من القالب. راح اضيف الكمية كاملة هيك تمام. الآن أنا مسخن الفرن، بدي أضرب القالب زي ما انتم شايفين بهيك خبطتين بالأرض حتى يفرغ الهواء، وعلى الفرن على نار هادية جدا. حياخد معنا أقل شي مدة 25 دقيقة. الآن ما شاء الله زي ما انتم شايفين طلعته، طبعا لسه سخن متحمر تمام ومحمر من الجوانب زي ما انتم شايفين مرتفع، وقوامه ما شاء الله طري جدا. طبعا راح اتركه لما يبرد شوي وبعدين اطلعه من القالب. استنيت عليه تقريبا نص ساعة لساعة الا ربع. بدي بس امشي السكينة او الاسباتيولا على جوانب الكيك حتى اضمن انه يطلع معانا قالب الكيك بكل سهولة وما يكون فيه اي حواف ملزقة. نديره بسم الله الرحمن الرحيم. هيك تمام طلع معانا بكل سهولة. طبعا هو تحميره أخف من هيك يا جماعة، بس فلاش الكاميرا بيغمق اللون عندي. الآن لأنه أنا بدي الوجه راح أعاود أقلبه كمان مرة. هيك تمام صارت عندي كيكة الليمون جاهزة، ما تتخيلوا طراوتها. بنصح جدا إنكم تجربوها. وهيك بعد ما زيناها وصفة طيبة وناجحة بإذن الله، رح تنجح معاكي من أول مرة. منعشة زي ما حكينا ومفيدة، وفي أخوات كتير أخدوا مني الطريقة وعملوها، وبتشكرهم كتير على رسائل الشكر اللي وصلتني بالنسبة للكيكة هذه بالذات. هيك وصفتنا انتهت. يا ريت ما ننسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وتدعموا لنا الفيديو بلايك فضلا وليس أمرا. تابعوا صفحتي على الفيسبوك حلو مالح منيرة شاهين. راح أترك لكم إن شاء الله المقادير في صندوق الوصف. شكرا كتير كتير على المتابعة ويعطيكم ألف عافية.